كل اللاعبين المغاربه بتتويجاتهم هذه السنه الفرديه في انتظار تتويج جماعي ان شاء الله رفقه الفريق الوطني. كره تلعب من المترجي، كره في منطقه الجزاء، الهدف الاول، الهدف الاول من كره ثابته، هدف جميل جدا. الكره الثابته تفتح لنا المجال لمتابعه الاهداف هذه المباراه. سنتابع الاعاده لما حدث في الكره الماضيه، من سجلها ومن وضع الكره في المرمى. اسماعيل المترجي او لاعب اخر لعبها بشكل ممتاز. طريقه باش لعب الكره الثابته كانت طريقه ممتازه جدا. شوف المترجي في الكره الماضيه، المترجي وفالو مندي ومن سجل ضد مرماه، فالو مندي ومن سجلها ضد مرماه. اللاعب السنغالي يسجل هدف ضد مرماه في هذه المباراة وتصبح النتيجة 1-0 لفريق الفتح الرباطي. تمريرة عرضية من اسماعيل المترجي، لاعب اللي يتمنوا انه يسترجع جزء كبير من امكانيات رفقة فريق الفتح الرباطي لحسن حظه عنده مدرب يؤمن بالتوظيف الشباب وبمنح الفرص لعدد من اللاعبين اللي يشوف فيهم الخامة الفنية ويشوف فيهم الكفاءة الفكرية للعب على اعلى مستوى. منهم هذا اسماعيل المترجي، الكعب عالي وامكانيات فردية محترمة جدا، في انتظار انه يقدم افضل ما عنده رفقة نادي الطرف الايسر لفريق الجيش الملكي. امكني بالراس، هدف التعادل من فالو مندي، اصر على ان يصحح اوضاع نادي الجيش الملكي قبل نهايه الجوله الاولى من هذه المباراه. يتمكن من تسجيل الهدف. 1-1 نتيجة المباراة بين الفتح الرباطي والجيش الملكي. شوف فالو مندي كان في وضعية سليمة وسدد الكرة بشكل ممتاز. تصبح النتيجة هدف لهدف بين الفتح الرباطي والجيش الملكي في مباراة الديربي. اللمسة من مبمبا، اللمسة من الكونغولي، والختم سنغالي، والهدف مغربي لنادي الجيش الملكي في واحدة من قمم الدوري الاحترافي لكرة القدم. مندي تحدث مع بوريقا، يعني سمعت قال له لاس خليها لي لانه كان واثق من انه